مفاجأة وتطور في قصة إيهاب أشرف المعروف إعلاميا باسم طالب الدقهلية. لازم حضراتكم تعرفوها وهنقول لكم كل التفاصيل، بس كان في موضوع شاغل الناس برضو في الشارع المصري، وهي قصة حبيبة الشماعة أو فتاة الشروق زي ما اتعرفت برضو إعلاميا. إيه قصتها وإيه اللي إحنا عايزين نوضحه لحضراتكم؟ بداية كده، حبيبة الشماعة هي بنت خدت أوبر من مكانها راحة بيه مكان تاني، كل ده في محافظة القاهرة. بنبسط الأمور مع حضراتكم، واثناء وهي في الطريق صوت الكاسيت بتاع اوبر اللي هو السواق اللي سايق العربيه بيها اللي هو ابلكيشن اوبر كان عالي، قالت له وطيه، ووالدتها كانت معاها على التليفون. طبعا السواق مرضاش، وهم في الطريق قفل الشبابيك وبعد كده ابتدى يطلع ازازه معطر ويرش منها. هنا حبيبه ابتدت تحس ان في حاجه غلط، ففتحت باب العربيه ونطت من العربيه. سواق اوبر كمل زي ما هو، وهو اسمه محمود هاشم. فضل ماشي في الطريق وروح بيته، لكن البنت اول ما وقعت على طريق السويس الناس جريت عليها وقالت لهم كلمتين قبل ما تروح في غيبوبه: السواق بتاع اوبر كان عايز يخطفني وانا نطيت من العربيه. الناس قامت جايه نقلها بالاسعاف على مستشفى الشروق، وهناك اسم الشرطه عرف بالموضوع، وتاني يوم تم القبض على محمود هاشم من تحت البيت. بس قبل ما يتقبض عليه كان في نفس الليله اللي روح فيها وحصل الموقف ده، حكى لمراته ام عياله، ما هو متجوز ومخلف 3 أبناء، ومش بس كده، ده متجوز بقاله 9 سنين. وقال لمراته: وانا في الطريق فتحت ابلكيشن اوبر وانا مروح، قلت اخد زبون ولا حاجه، ركبت معايا بنت اسمها حبيبه، واحنا في الطريق حسيت ان انا بردان، قمت جاي قافل الشبابيك، فريحه السجاير بقت ظاهره مني، فطلعت البرفان ورشيت على نفسي. البنت خافت وقامت جايه راميه نفسها ومشيت. وده كل اللي حصل. زوجة محمود هاشم بتأكد أثناء مقابلة صحفية ليها اللي جوزها مش محتاج ولا يخطف ولا ياخد حاجة من حد، ربنا كرمهم وحالتهم المادية ميسورة. ممكن يكون جوزها كان تحركه ما كانش كويس او رد فعله ما كانش كويس، وده سبب ازمه كبيره. كان المفروض البنت اول ما تنط من العربيه تقف على جنب، او هو يقف على جنب ويشوف ايه الموضوع وينقلها المستشفى ويطمن على حالتها، عشان ما فيش اي مبرر للي هي عملته. وده اللي بيخلينا نفكر برضو بصوت العقل في القصه دي. احنا عندنا سواق الاوبر ممكن هيخطف البنت ازاي؟ وده لو كان حصل كان في كذا حاجة تدل على كده، يعني مع رباط مثلا، حاول يمسك البنت، وده الطب الشرعي يحاول نشوفه بعد كده. لكن رد فعل البنت كان سريع، ممكن يكون عندها هاجس او تخوف، اللي هي بنت راكبة لوحدها وهو قفل الشبابيك وطلبت منه الاغاني ويوطيها والسرعة يقللها، لكن هو ما كانش فيه اي فايدة من اللي هي بتقوله، فده كان غلط عليه برضو. والغلط الاكبر اللي هو لما شاف البنت رمت نفسها ما وقفش وكمل خط سيره وروح على بيته كأن مفيش اي حاجة حصلت. دي كلها ملابسات محدش يعرفها غير ربنا، وجهات التحقيق شغالة عليها. وللعلم حبيبة الشماعة هي دلوقتي في غيبوبة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل بأسرة البنت وعرض عليهم لو هي محتاجة تتعالج بره مصر هيقدر يسفرها. ده كان الملخص والمعلومتين والتطور في قصة حبيبة وسواق أوبر اللي اتحبس 4 أيام واتجدد له 15 يوم على ذمة التحقيقات. وحبيبة لغاية دلوقتي مخها على فكرة كان اتقلقل، يعني مخها نتيجة اللي هي رمت نفسها من العربية حصل له ارتجاج، فالبنت موجودة في قلب المستشفى. ربنا يدعو لها أو ربنا ينجدها من اللي هي فيه، بندعو لها بالشفاء العاجل عشان تشوف الراجل اللي هي بتقول عليه كان عايز يخطفها. احنا داخلين على ايام مفترجة، ربنا يكرمه ويظهر الحق. ده اللي كنا محتاجين نوضحه بس في البداية في قصة فتاة الشروق او حبيبة الشماعة زي ما اتعرفت اعلاميا. التطور الجديد اللي محتاجين نقول لحضراتكم عليه والمهم واللي كان الناس مستنياه: النائب العام المصري اتدخل النهارده في قصه طالب اللي ما يعرفهاش. احب اقول لحضراتكم ملخص سريع عن إيهاب أشرف عبد العزيز. هو طالب كان بياخد درس الفيزياء بتاعه وكان صايم. والدته كلمته الساعة 6:15، قال لها قدامي نص ساعة، وبعدها اتصلت عليه تاني ما كانش بيرد، قال لها خلاص قدامي شوية. بعد كده ما بدأش يرد لمدة 2 ساعة، اترد بعد كده بعد 2 ساعتين من عدم الرد. واحد رد عليهم قال لهم انا عايز نص مليون جنيه فدية عشان ارجع لكم ابنكم.
في الوقت ده مدرس الفيزياء كان مسك الولد واقنعه اللي هو عايز يعمل معاه فيديو ينشره على السوشيال ميديا. الفيديو ده عباره عن اللي انا هجيب سكينه واعمل فيك مقلب. فالولد وافق وقعد على الكرسي بتاعه، والمدرس قرب عليه بالسكينه واداله بيها، وبعدها قام جاي مقسمه لاجزاء، والثلاث اجزاء ابتدى يرميهم في كل مكان. واللي كشف الموضوع الملحوظه بتاعه رجال الشرطه على المدرس لما نبه على الطلبه اللي عنده، لما حد يسالهم قولوا له ان ايهاب خرج معاكم. ودي كانت اول خيط رجال الشرطه يشتغلوا عليه عشان يكشفوا اللغز. وكان تاني حاجه الجزء من الخيش او الشوال اللي اتحط فيه ايهاب، الجزء السفلي كان موجود جزء منه في قلب بيت المدرس. طيب المدرس قال ليه عمل كده؟ عشان كان بيلعب قمار خلال الفترة الأخيرة وخسر 300 ألف جنيه قمار على أحد المواقع الإلكترونية اللي موجودة، الألعاب القمار اللي طبعا كتير عارفينها دلوقتي وشبابنا للأسف بقى يلعبوها. فخسر 300 ألف جنيه وكان سالف فلوس من ناس، فموعد استحقاق الفلوس دي كان جه، فما لقاش حل غير اللي انا هاخد احد الطلبه اللي عندي واطلب فديه. بناء عليه المدرس قرر اللي ياخد ايهاب ويخلص عليه، والخطه الماكره بتاعته او الخطه اللي رسمها لما قسمه الاجزاء وارميه محدش هيعرف يوصل لي. ايه التطور الجديد في قصه ايهاب اشرف اللي قلنا لحضراتكم عليه في البدايه؟ التطور ان النائب العام المصري قرر احاله مدرس الفيزياء اللي اسمه محمد اللي عنده 26 سنه لمحكمه الجنايات في جلسه عاجله بتاريخ 20 مارس قدام الدائره الخامسه. هنا احنا قدام عداله ناجزه، قدام محاكمه هتبقى علنيه باذن الله، هتبقى محاكمه تعدل فيها، محاكمة ترضع فيها، عشان ما نشوفش القصة دي مرة تانية. كنت محتاج أقول لحضراتكم التطور ومحتاجين نتكلم على فتاة الشروق. حبيت ألخص لحضراتكم الموضوع في منتهى البساطة في دقايق معدودة. بتأسف لحضراتكم لو احنا بنطول عليكم، بنحاول نختصر ونختصر على قد ما نقدر، بس واجب علينا نحطكم قدام كل التطورات وكل جديد. في نهاية حلقتنا النهاردة أتمنى كل واحد شافنا يترحم على إيهاب، ربنا يرحمك يا ابني ويغفر لك ويصبر أسرتك، وبإذن الله التطورات اللي بتحصل ديت أكيد هتبرد نهار أسرتك. أشوفكم على ألف خير، السلام عليكم.